ماذا لو كان الاهلي فاز على الزمالك في الماتش اللي الاهلي انسحب فيه وما راحش؟ كان يبقى شكل الجدول عامل ازاي؟ تاني حاجه، الاهلي بيفوز على الحرس 5 وبيستفيق، لكن لقطه المباراه نزول الراجل ده اللي اثبت في حوالي تلت ساعه لعبها انه افضل من اي باك ليفت موجود في الاهلي، لا غنى عن الراجل ده. ولو حتى لو مش هتلعب بيه اساسي وهتخليه على الدكه، التاتش بتاعه بيفرق، التاتش باي حد موجود وعاركني زي ما انت عايز. تاني حاجه، الاهلي بيستفيق كرويا. كابتن عماد النحاس ابتدى يفوق الفرقه من تاني، ما تهللش بزياده واحده واحده، لان ده الاداء الطبيعي في السكواد اللي موجود. طبيعي ان الاهلي بيلعب بشكل كده واحسن من كده كمان، ومستنيين الافضل من كده كمان. بيراميدز بيتعثر قدام فاركو، فاضل 4 مباريات. تخيل ان الازمه بتاعت ال3 نقط اللي حطينا فيها المجلس في موسم هو الاسوأ للاهلي اداريا، ازمه بدون اي لازمه. هنشوف ال4 ماتشات اللي جايه، لو بيراميدز كسب هنخلص من ازمه، ولو بيراميدز تعثر والاهلي فضل يكسب، ده لو الاهلي فضل يكسب ال4 ماتشات، هنشوف بقى الحكم اللي حوالي كمان اسبوع بتاع ال3 نقط، يا يتخصموا يا ما يتخصموش، وحاجه يعني ملهاش اي 3 لازمه. لكن كلمه لاعلام عماد النحاس، برافو كابتن عماد، وهو رجل المباراه النهارده. سلام عليكم.